ديال اليوم غادي تكون مع بانتي. قالت لأهان هذه هي البلاصه اللي قال لي اوداي تقدر تكون فيها شيطان. وغادي يبان لينا من بعد جيان كيتخيل بانتي معاه في البيت. اهان قال لبانتي هذيك البلاصه مسدوده تقدر تكون فيها شيطان، وغادي يمشيو تماك غادي يدخلوا وغادي يبداو يقلبوا عليها ولكن ما غاديش يلقاوها. من بعد غادي تبان لينا بانتي فاش كانت كتمشى غادي ضرب شي حاجه برجليها، وفاش هزاتها غتلقاها ساعه. وسولات اهان واش ماشي ساعه ديال الشيطان. اهان قال لها هي فعلا ديالها. بانتي قالت ليه انا متاكده انها كانت في هذه البلاصه ولكن جيان خباها شي بلاصه واحده اخرى. غادي يبان لينا المساعد ديال جيان غادي يتذكر فاش اتصل به جيان وقال ليه ان بانتي تقدر تكون عارفه الحقيقه ديالو وغادي يطلب منه باش يخبي الشيطان. وغادي نشوفوه ساد ليها فمها ومخبيها في واحد البلاصه ما بعيداش من هذيك البلاصه فين كاين اهان بانتي، يعني كانوا كيشوفوهم. اهان قال لبانتي يلا نمشيو من هنا. فاش كانوا غاديين الشيطان غادي يبان ليها واحد المسمار غادي ترميه قدام اهان. بانتي غادي تهزو وغادي تدور ولكن المساعد ديال جيان غادي يخلي الحمام يطيروا في الاتجاه ديالهم باش ما يخليوش اهان يشوف الشيطان. بانتي قالت لاهان دابا وصل الوقت المناسب باش نفذوا الخطه ديالنا. هو قال لها صافي يلاه نمشيو. وغادي يبان لينا المساعد ديال جيان غادي يتصل به وقال لي الهضره اللي قلتي لي صحيحه. اهان وبانتي كانوا هنا وكيقلبوا على الشيطان. من بعد غادي نشوفوا انا ريان طلب من المساعد ديالو يوجد ليه شي حاجه وقال لي انا كنت متاكد انهم غادي يمشيو لتماك. من بعد غادي نشوفوه صافي وصل لتماك وجا عند الشيطان وبغى يحرقها وقال لها باينه غادي تكوني فرحتي اليوم فاش شفتي العائله ديالك وهما قراب منك لهاد الدرجه، ولكن للاسف ما غاديش تشوفيهم لا عن قرب ولا عن بعد. الشيطان قالت لي صافي كيما بغا ياك باغي قتلني. هو قال لي الموت ديالك غينفعني بزاف حيت غادي نتقرب من بانتي ديالي. وفاش غادي يشعل القدل باش يحرقها غادي نشوفوا ان المساعد ديالو غتوصلوا واحد الرساله وكيقولوا ان الشخص اللي سميتو ريانش مجرم وارتكب بزاف ديال الجرائم واللي شافو او تعرف عليه يتصل بالشرطه واللي لقاه غادي يعطيوه واحد المبلغ كبير ديال الفلوس. ريانش غادي يتصدم ومشى لعند الشيطان وقال لها انت عندك الحق بزاف حيت كل ما كنبغي نقتلك كيجي لي نقدك، ولكن قال لها بلا ما تخافي قبل ما غادي نمشي انا وحبيبتي بابو غادي نقتلك وغادي نتفلك. من بعد نشوفوا ان بارنا شافت الاخبار وسولاتها واش مزروبه على هذه الخطه. بانتي غادي تطلب منها بلا ما تخاف وتقدر هذه الخطوه تكون خطيره ولكن هذه هي النقطه ديال الضعف ديال جيان. ريانش غادي يكون راجع للدار وغادي تبان ليه الشرطه في الطريق وفي يديهم الصوره ديالو وغادي يتاكد ان اللي شافوا في الاخبار حقيقه وان الشرطه فعلا كتقلب عليه. وبان ليه واحد الكاميون وغادي تجي واحد الفكره باش يتخبى تماك. من بعد نشوفوا ان بارنا غادي تكون خايفه بزاف يكون جيان دار شي حاجه خايبه للشيطان. بانتي غادي يطلب منها بلا ما تقلق حيت هو ما غاديش يقدر يأذيها. جيان غادي يكون راكب في هذاك الكاميون والشرطه غادي يكونوا وقفوه وبداو كيقلبوا ولكن ما غادي يلقاو والو. الشرطي اللي غادي يطلع غادي يقلب ولكن شاف ديالو غادي يعيط عليه قال لي صافي اجي راه مازال عندنا الخدمه. من بعد نشوفوا ان بارنا هدات واحد الهديه لبانتي باش تحميها وغادي تدعي معاها باش تمشي لدارهم. ريانش غادي يقدر يفلت من الشرطه ومشى حتى هو لدارو. من بعد نشوفوا ان انيتا شافت في الاخبار ان الشرطه كتقلب على ريانش مقابل مبلغ مالي كبير وقالت في راسها وانا اللي كنت كنفكر ندير معاه صفقه هو راه مجرم وانا ضيعت بزاف ديال الفلوس. اهان غادي يوصل بانتي لدارهم وطلب منها باش ترد البال راسها ما تخافش من والو حيت هو كاين جنبها. بانتي قالت ليه دابا جيان فاش بدل وجهه غادي يكون اكثر خطوره من قبل وغادي تسمعها انيتا وغادي تصدم وغادي تذكر اليوم اللي مات فيها جيان وحرقوه وكانت حاضره هذاك النهار ديال الجنازه. وغادي تذكر حتى الهضره ديال ريانش فاش قال ليها على قبل الصداقه ديالي مع بانتي نقدر نقدم حياتي كلها. وانيتا غادي تفرح حيت بغات ترجع الفلوس ديالها اللي كانوا عند جيان وما كتهمها حتى شي حاجه اخرى. ريانش غادي يوصل للقصر وقال نتوما بديتوا اللعبه وغادي تشوفوا النهايه ديالها والنهايه ديال العشق ديال بانتي واهان. بانتي وصلتها من بعد واحد رساله من اهان طلب منها باش تجي للقصر بغاها في واحد الموضوع ضروري. ريتشا غادي نشوفها كانت عند الدكتوره ديالها وغادي يجي بكرام. الطبيبه قالت لها عندك بزاف ديال التعقيدات وخاصنا نتسناو النتيجه ديال التحليل عاد نقدر نقول لك شي حاجه. فكرام غادي يطلب منها ما تخافش كلشي عنده الحل. ريتشا قالت ليه ولدنا بكرام غادي تصدم لانه ما كانش عارفها حمله.
ريتشا قالت ليه انت كنتي مشغول بالحياه ديالك ديال الناس والمشاكل ديالهم، وبسبب المشاكل ديالك ولدي في خطر، وغادي تكون معصبه منه وغادي تقرر باش تمشي تعيش مع الدار ديالهم يعني مع والديها. ريتشا غادي تمشي وهو غادي يحاول يتبعها، ولكن في الوقت اللي طلع السياره ديالو انيتا غادي توقفو قالت ليه عندي ليك خبر تنسيك الكره والغضب ديالك، ولكن خاصك تعطيني 10 ديال المليون. من بعد شفوا كاينه قالت لبارنا كيفاش عمي جايه نزل حتى لهذا المستوى ودار هادشي كله. هذاك الوقت غادي يوصل مناف وسولاتو بارنا واش عرف كلشي. مناف قال لها شحال ديال الوقت كنتي غادي تخبي عليا هادشي كله، وهان قال لي كلشي دابا، وانا دابا ما عرفتش لا البلاصه ديال شيطان ولا خويا جايه. شرطي غادي يتصل بمناف ويطلب منه باش يمشيو لعندهم، ولكن العائله كلها بخصوص الموضوع اللي متعلق برياش. مناف قالها لهم وغادي يمشيو كاملين. فيكرام غادي يسول انيتا اش من لعبه كتلعب، هي تقول ليه هادشي ماشي لعبه، واش ما لاحظتيش منين دخل هاد الشخص الجديد اللي سميتو ريانش والمشاكل بداو في حياه اهان وبانتي، والوحيد اللي كان كيكرههم وكيدير لهم المشاكل وهو جيان. فيكرام بدا كيفكر وبدا كيذكر المره الاولى فاش دخل حياتهم ريانش، وحتى المره اللي قال ليه انا الاب ديالك قريب منك، وهو يسولها اش باغيه تقول بهاد الهضره ديالها. انيتا قالت ليه انا ريانش هو جيان. هو غادي يبقى غير مصدوم. بانتي غادي توصل للقصر وغادي تصل باهان حيت ما غادي تلقى حتى شي واحد تما. من بعد بانتي سولاتو فين كاينين، هو يقول لها انه كاين عند الشرطه. هي قالت ليه رسلتي لي واحد الرساله باش نجي عندكم باش نهضروا بواحد الموضوع ضروري. اخر قال لها ما عمر ما رسلت حتى شي رساله. بانتي ما غادي تفهم والو، واهان غادي يطلب منها باش تسنى شويه حيت هما كاينين عند الشرطه. واتصل بهم ريانش وقال لهم ريانش لواحد شرطي انه هو ريانش اللي كيقلبوا عليه. قال لهم الا بغيت نسلم راسي اجيو لهذا العنوان، وغادي يعطيهم واحد العنوان. اهان قال لهم غادي نمشي للدار، وقال مناف تبعوني نتوما مع الشرطه. ريانش غادي يتذكر فاش رسل الرساله لبانتي بحال ليلى اهان هو اللي رسلها ليها، وفي نفس الوقت اتصل بهذاك الشرطي اللي هضر مع مناف وطلب منه باش يتصل مناف وقال ليه واحد الخدمه مقابل بزاف ديال الفلوس. وريانش قال بابو ولا تذكيه بالفضل ديالي ماشي الفضل ديال اهان، ودابا غادي نبدا اللعبه ديالي. اهان غادي يتصل بانتي وغادي يطلب منها باش تخرج من القصر حيت ريانش باين كيدير شي خطه. بانتي غادي تكون هابطه. واحد الوقت فاش غادي توصل لتحت غادي تسمع الهضره ديال ريانش قال ليها روميو جولييت قيس وليلى. ودابا بانتي واهان وسولها واش كتظن انهم غادي تكون عندهم نفس النهايه الحزينه ديال الاخرين. اهان غادي نشوفوه كان راجع للدار وغادي يتبعوه رجال الشرطه. بانتي غادي تشوف ريانش كيحرق الصوره ديالهم هي واهان، وقالت ليه اش خاصني نقول لك واش ريانش او جيان. ريانش قال ليها انت ذكيه بزاف، ولكن الذكاء ديالي تعلمتيه مني ماشي من هذاك المغني ديالك. انا اللي درت على قبلك كلشي وضحيت ورجعت حتى من الموت على قبلك، وبدلت حتى الشخصيه ديالي، بدلت كلشي وبدلت حتى وجهي، وهادشي كله غير عليك. وغادي يحرق الصوره ديالها هي واهان، وقال لها هو يستاهل هادشي حيت ما دار حتى شي حاجه على ودك. قال لها انا شنو كنت كنتسنى منك غير تبغيني. من بعد نشوفوا ان اهان مازال ما وصلش، وغادي يكونوا هاد المره الرجال ديال جيان هما اللي تابعينه. ريانش قال لبانتي انا خليتك تكوني بنت الليل، ولكن ما تنسيش نتيا راني حطيت لك العالم كله قدامك ورديتك سيده راقيه، وكنت كنتمنى منك غير تبغيني شويه. وانتي شنو درتي؟ بغيتي اهان وما عطاك حتى شي حاجه. ودابا غادي نرجعوا للحياه ديالنا كما كانت وترجعي ليا كما قبل. غادي تخاف منه بزاف بانتي من ريانش، ولكن ولا كيهضر بطريقه مختلفه بزاف، يعني طريقه ديال جيان. غادي يهز الصوره ديال اهان وقال لها هذه هي النهايه ديالو، النهايه ديالك، النهايه ديال العشق ديالكم. ودابا وصل الوقت باش نودعوا هاد الشخصيه، شخصيه ريانش، وبدا كيتحيد يعني الماسك ديالو بشويه بشويه حتى غادي يبان جيان. وغادي نشوفوا ان بانتي غادي تكثر بزاف وغادي تخاف منه كما قبل. وغادي يكون هذا اخر مشهد في الحلقه ديال اليوم. كنتمنى ان الملخص ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم كما كنقول لكم
فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش تقدروا توصلوا بكل جديد.